مساء الخير متابعيني الكرام. النهارده هنعمل مع بعض اللحمه البارده بس بطريقه مختلفه. انا قدمتها قبل كده في فيديو سابق، بس النهارده بقى هعملها بطريقه مختلفه. زي ما انتم عارفين انا بحب اغير النمط بتاع الاكل دايما. بصوا انا حطيت حله اهي سخنه، وانا عندي طبعا عرق التريبيانكو فقسمته 2. هنعمله اهو خلاص اهو سخن. انتي ممكن بقى لو مش عندك حاجه بتلزق ممكن تحطي زبده. مش عندك حاجه بتلزق اوكي مفيش مشكله، يبقى ايه هنحطها كده، هنحمرها من غير ماده دهنيه زي ما انتم شايفين كده. وهعمل جنبيها رز بسمتي زي ما انتم عارفين انا بنولع. عليها وبعدين هنزل بواحدة رومي، وهنزل بقرفة خشب، لازم بقى ايه نديها صدمة ونحمرها كويس قوي زي ما انتم شايفين كده اهو، بتتحمر على كل اتجاه زي ما انتم شايفين كده اهو. بسم الله. هحط حته زبده وبعدين هنزل بالبهارات بتاعتي اهي والملح كله مع بعضه كده اهو لغايه لما ايه اشم ريحتها. انا هنا وانا بحمر التريبيانكو بتاعي بحط وحدتين مستيك اهو. اكتر من كده مش هحط حاجه دلوقتي خالص غير لما تتحمر معايا اهو. تسخن معايا كويس لغايه نبقى واخدين بالنا واحنا بنحمر التريبيانكو بتاعنا. بصوا هحمره وعقبال ما الرز يعني احضره وارجع لكم تاني. حبايبي رجعت لكم تاني اهو، حمرته على كل الجهات اهو. بصوا بقى لونه عامل ازاي ما شاء الله اهو اهو. بصوا لونه بقى عامل ازاي زي ما انتم شايفين اهو. خلاص كده هو اتحمر معايا. هبتدي بقى اعمل كده، هحط عليه ميه مغليه. بسم الله. بسم الله. اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. وبعدين هحط فيه بقى كرفس، ودي بصله معايا اهي، ودي كبه صيني انا هحطها بحالها اهي كده. وبعدين هبتدي احط البهارات، سماق، كاري، فلفل اسمر اهو، هروح احطها عليهم برضو كده. بسم الله.
شايفين اهو معايا، بصوا اهو. وبعدين هغطي عليه. بصوا شوفوا شكله عامل ازاي، ما شاء الله اتحمر. شايفين شكله ما شاء الله اهو، اتحمر من كل الجهات اهو كده. هبتدي بقى اوطي عليه واسيبه يستوي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مفيش ربع ساعه وهيكون استوى. تعالوا بقى نعمل مع بعض الرز. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت اللومي، وحطيت واحدة قرفة، وحطيت البهارات دي بهارات مشكلة، وحطيت معلقة كيل اهو. حطيتها على زبدة، نحط كده شوية زيت زي ما اتفقنا، ما بنحطش مادة دهنية كتير، كفاية كده. حطيت معلقة زبدة ونقول مثلا معلقتين زيت ولا حاجة، مع انهم اقل من معلقتين اهو. وده زبيب انا غسلته، لازم تغسلوه وتنقوه كويس قوي، لان سواعي بيبقى فيه زي زلط. انا اول مره اكتشف الموضوع ده اهو. تمام، هروح حاطاه معاه. لو عندك مكسرات حطي، طبعا انا ما عنديش فخلاص انا بحط الزبيب وخلاص. ابتدي اقلب الكلام الجميل ده كله مع بعض كده اهو. وطبعا انا عندي رز وغسلاه، الميه كمان غليت اهي. بصوا 10 دقايق وبعد كده هبتدي اقلب العرق بتاعي بالظبط ان شاء الله، مش يعني ربع ساعه وهوريه لكم. هبتدي اقلب كده، اول ما ابتدي اشم ريحه كده زي ما انا عملت كده اهو. بسم الله اهو. كل مره بعمله لكم بطريقه مختلفه عن المره اللي قبليها اهو. احنا احيانا بنعمله بالجزر، واحيانا بنعمله بالمكسرات، واحيانا بقى بنكتفي بالزبيب وخلاص بقى اهو. الزبيب فيه بيديله طعم تسكيره كده حلوه كده، بيبقى جميل قوي 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 اهو. وفي مكسرات كمان، بس خلاص بقى مكسرات سعرها بيستهبل، احنا قررنا ان احنا لو في عندك سوداني ممكن تحطي، بس انا ما عنديش لا ده ولا ده ولا ده، فبكتفي بقى بيه كده دلوقتي وخلاص. الحمد لله على كل شيء اهو. بصوا شايفين في الوقت ده بقى كده اهو، هتلاقيه هو فتح كده يعني بصي الزبيبايه هتلاقيها فتحت كده اهي، وتلاحظي انها كبرت يعني نفشت كده. في الوقت ده ببتدي احط الرز بتاعي، طبعا انا غسلاه لا انا عارف لا اي حاجه، انا بغسله بس كده اهو. هبتدي اديله تشويحه حلوه كده مع عشان يمتزج مع البهارات بتاعتي اهو، كله مع بعض كده اهو ما شاء الله. بسم الله اهو. بصوا لونه عامل ازاي، بصوا بقى لونه وريحته تخبل. جربوا الطريقه بتاعتي دي كل مره يعني هتنبهروا بالطعم. يعني انا مش ماشيه على نمط واحد في الاكل، دايما بغير علشان ايه الواحد ما يزهقش اهو. وكل مره يطلع احلى من المره الاولانيه. يعني لو انت جربتيه بالطريقه دي كل مره هتلاقي ان انت ما شاء الله بيبقى طعمه حلو جدا 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 جدا، زي اللي انت بتاكليه بره واحلى كمان من المحلات او مثلا في الاوتيلات او اي حاجه اهو.
بصوا اهو، انا قلبت شويه كده حلوين قوي اهو، تمام زي الفل. بصوا بصوا بقى لونه عامل ازاي، شايفين؟ خلاص هو سخن معايا كده. بسم الله. هبتدي انزل بالميه بتاعتي. انا قلت لكم الرز البسمتي، الرز البسمتي عموما الكوبايه بتاخد كوبايتين ميه، بس نصيحه من اختكم، في رز بياخد كوبايه ونص وفي رز بياخد كوبايتين. طبعا الرز اللي انت متعوده عليه وعارفاه، فزي ما انا ما بقولك كده، في رز بياخد كوبايتين وفي رز بياخد كوبايه ونص. انا للامانه بحط كوبايه ونص عشان انا ضامنه عارفه النوع بتاعي عموما اللي انا دايما بستخدمه اهو. وهروح مغطيه عليه كده لغايه لما يتشرب وبعدين هوطي عليه. بصوا زي ما انتوا شايفين كده اهو، ما شاء الله اهو. هسيبه وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي خلاص اهي استوت معايا ما شاء الله. انا قلت لكم ربع ساعه وان شاء الله هطفي عليها اهي، ما شاء الله استوت معايا. انا عارفه هبتدي بقى ان انا اطلعها. بسم الله اهي. بصوا ما شاء الله اهي. وبعدين اهي بصوا بقى، عندي هنا دي معلقه زبده اهي، هحط عليها معلقه دقيق واقلب الكلام الجميل ده كله مع بعضه اهو. بسم الله. اهم حاجه احنا قلنا الماده الدهنيه بسيط، فانا هنا حمرتها بدون ولا ماده دهنيه، ما حطيتش فيها حاجه. وشوفوا شكلها تبارك الله، هوريكم شكلها حالا اهي. انا طبعا الدقيق انا مش هحمره، انا بس يا دوبك بس يعني يتشمع اهو زي ما انتوا شايفين. وادي بصوا ادي هي شكلها اهي. هبتدي ان انا اشيل الخيط ده اهو، وبعدين ابتدي اقطعها اهو زي ما انتوا شايفين. شوفوا شكلها ما شاء الله اهي، والله بدون اي ماده دهنيه. لو انت عندك الطاسه بتاعتك بتلزق حطي فيها ماده دهنيه، بس هي بصراحه انا بعتمد على الدهون اللي فيها. هسيبها تبرد وبعدين ايه ابتدي اقطعها. وادي اهو الدقيق بتاعي اهو، يعني يا دوبك بس نشم الريحه بتاعته. بسم الله اهو زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا وادي الرز ان شاء الله اهو. بصوا بصوا الرز شايفين ما شاء الله اهو، خلص معايا. بصوا مفلفل اهو. هروح طافيه عليه برضو. ودي الدقيق بتاعي اهو. بسم الله احنا مش بنحمره ولا حاجه، احنا بس يا دوبك يعني اهو ريحته ابتدت تطلع اهي. بسم الله اهو. اهو ابتدت تطلع اهي. بسم الله بس نوطي عليه.
هنبتدي نحط عليه شوية شوربة، بس هنحط بالتدريج بقى. بسم الله. احنا بنقلب كده. اهو. احنا نقلب كده عشان ما يكلكعش مننا. اهو. بسم الله. بسم الله. بص تاني. هو كان المفروض ان انا اعمله على طول بالمضرب. اهو اهو. قلبي بقى كده كل ده. اهو. كل ده دلوقتي هيدوب وهيبقى صوص في منتهى الجمال. لو انتي ضامنه اللحمه بتاعتك هتستوي على طول، عامه حطي الملح. لو اللحمه بتاعتك كبيره حطي معلقه. للناس اللي كانت بتسال، اللحمه لما تبقى كبيره وعايزه اسويها تستوي بسرعه، يعني حط لها معلقه سكر. انا عموما ما بحطش الملح الا قرب لما اللحمه بتاعتي تستوي، فبروح حاطه ملح، وبحط ملح بسيط عموما يعني. اهو بصوا اهي ما شاء الله اهي. ممكن برضو نحط شويه شوربه كمان اهي. بسم الله اهي. بصي كل التكتلات راحت ازاي اهي ما شاء الله اهي. يعني شويه بقى كده اهو. ده الصوص اللي احنا هنحطه مع اللحمه بتاعتنا اهو. هو هيتقل يعني، مجرد ما هيغلي معايا هيتقل معايا وهيبقى في منتهى الجمال. طعمه بيبقى واو. جربيه بطريقتي. ولو وصلتي لغايه هنا يا ريت ما تنسينيش بدعوه حلوه كده من القلب، والاشتراك في القناه، ومتابعه قناه صفحتي تكات وصفات دندونه جديد دايما عندي. ولو انتي لسه عروسه وبتتعلمي الطبخ، خدي تكاتي وحركاتي هتعملي احلى اكل، هتبسطي جوزك وحماتك. ولو انتي يعني ما شاء الله ما بتحبيش ان انتي تخشي المطبخ، بتكاتي وحركاتي هتحبي المطبخ وهتحبي تعملي الاكل. بصوا الاكل هو عموما نفس، دايما وانتي بتعملي الاكل سمي الله وكون نفسيتك حلوه، هيطلع الاكل بتاعك تحفه. كل جيرانك وكل حبايبك واهل بيتك هيحبوكي. بصوا ما شاء الله ما شاء الله اهو. خلاص هو كده جاهز معايا. بصوا كل التكتلات راحت ازاي. هو بس يا دوبك بس هياخد غلوه معايا اهو. بصوا ما شاء الله اهو اهو ما شاء الله. بصوا الصوص تحفه ولا ريحته تجنن اهو. خلاص هياخد غلوه وهطفي عليه، وبعد كده هقطع اللحمه اهو. انا كمان هطفي عليه خلاص اهو. خد غلوه خلاص، اديني طفيت عليه، وبعد كده هقطع اللحمه وارجع لكم تاني. يا حبايبي ادي الشكل النهائي اهو للطبق
اهو زي ما انتوا شايفين. ادي الصوص اهو، وادي اللحمه اهي. هي المفروض ان احنا بناكلها بارده، بس انا قطعتها اهي. انت ممكن تخليها يعني تعمليها مثلا الصبح، تحطيها في التلاجة وتقطعيها. بصوا هتبقى بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. انا مقطعاها سخنه عموما. نيجي بقى ندوق بقى الجمال ده كله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا تحفه، الف هنا وشفا على اللي هياكل اهو. وادي اللحمه اهي برضو نفس الحكايه، ما شاء الله تحفه. لو عجبتك الوصفه يا ريت ما تنسيش بدعوه حلوه كده من القلب، وانتظروني في فيديو جديد. باي باي.